يوم في ظل غياب جلال حسن الاسم الذي لا يتواجد في هذا اللقاء. هنا كرة جزائرية منقولة، كرة عن طريق ياسين، عن طريق السحار، عن طريق ملك المباراة النهائية في النسخة الماضية أمام منتخب تونس. يشاهد هذه اللقطة الحكم الذي سيقرر بعد قليل إن كانت هذه اللقطة تستحق البطاقة الحمراء عوضا عن البطاقة الصفراء. حسين علي يتابع يراقب، وكل خوف أو خشية من دون أدنى شك من أن يبدل الحكم البطاقة الصفراء بالبطاقة الحمراء. نسمع ماذا يقول حكم المباراة. After on-field review, player number 7 commit a foul, but such was in the leg. The final decision is cancel yellow card and red card. إذا بطاقة حمراء ستكون من نصيب اللاعب حسين علي. إلغاء البطاقة الصفراء وبالتالي منح البطاقة الحمراء.